بركنا في الشارع 4 عشر وعادي نزلنا عشان نصور. الأمور تأسست 1900 مرطبات الحاج زبادة. طبعا هذا فرع موجود في الأصل موجود في بغداد، هذا فرع في البصرة. وقفونا عندي هاي القطعة، قطعة الراديتر. وين طارت؟ ما أدري. شط العرب ما شاء الله تبارك الله. نحن فوق الجسر، هذا الجسر اسمه جسر خالد. طبعا الشيء الحلو في العراق ما شيء، بركنا في الشارع 4 عشر وعادي نزلنا عشان نصور. التوك العراقي، التوك العراقي. هاي أجواء شط العرب. أنصح كل دراج كل رحال زوروا العراق، ناس مرحبانين كرماء، ما بيقصرون وياكم. شعب فرفوش فرفوش، راح تستمتع، أجواءهم جدا جميلة. أنصح تموتون وتزورون. هني ملتقى النهرين صحيح؟ اللي على اليمين شو؟ والله ما اعرف، يمكن دجله او الفرات. يا دجله فرات او هاي دجله وهاي فرات. هاي ما كنا نسمعها الا في الكتب في التلفزيون، نهر الدجله والفرات. هاي الدجله وهاي الفرات، وهني شو يسمون هذا؟ شط العرب. يتحول الى شط العرب، يصب في الخليج في البحر. شط العرب، وهذا اسمه جسر خالد، وهذا اسمه هني تكملة شط العرب إلى البحر. وهاي الجزيرة يسمونها جزيرة السندباد. أهل البصرة كانوا يجون يصيدون هالأمور، ولكن حاليا في مشاريع مباني وشاليهات راح يسوون، فأعتقد وقفوا عليهم الصيد هنا. هاي أجواء شط العرب. تشوفون الجسر هذا يسمونه الجسر الإيطالي. شركة إيطالية هي كانت يعني مشروعهم. حاليا يسمونه جسر الشردة. ليش يسمونه جسر الشردة؟ هذا محافظ اللي افتتحها. محافظ البصرة سابقا، يعني مختلس اموال ويعني وجه سوالف عليها، طلعت اختلاسات. فبيوم الافتتاحية مالت الجسر قص الشريط وشرد، صعد عليه اول واحد، اول الشاردين هو. يعني المحافظ من طلعت ريحته قال ابوي انا بسوي لهم ابوي بقص الشريط اول واحد اصعده، بينشغلون على هالجسر وانا بطير. يقول لك طار والطيره طيره من المسمى جسر الايطالي الى جسر الشردة. شوفوا البوابه اللي قدام هناكي، هذا يقولون قصر صدام. وهذا الكورنيش في البصرة، والله كورنيش جميل مرتب ونظيف ما شاء الله. لما اقول لكم تعالوا العراق، تعالوا وزوروا البصرة. هسير اصور لكم الجسر، جسر الشردة. شوف الجسر، شوف وايد مرتفع بعد. هذا الجسر الجميل ما شاء الله، جسر الشردة او جسر الايطالي. شوفوا هالممشى الحلو، سواي ممشى وقعدات حلوة. هذا في الجو الحلو في الشتاء والله متعة، تقعد تسهر. والقوارب الصغيرة الفنانة هاي كلها سياحية، تركبها تمشي في شط العرب. عندهم سكوترات هناك اللي اشكال السيارات، وعندهم هاي المطاعم اللي تطل على شط العرب.
المطاعم تقدر تي وتقعد، كراسي برا كراسي داخل، تستمتع بالمكان الجميل. وصلنا عندهم شارع اسمه شارع الجزائر. شارع طبعا كله فيه محلات فخمة، محلات تليفونات، مطاعم، مال الصرافة موجودين. تعنينا ويانا عند هنا التاريخ والأصالة. تأسست 1900 مرطبات الحاج زبادة. طبعا هذا فرع موجود في الأصل موجود في بغداد، هذا فرع في البصرة جدا مشهور عندهم، وقلنا لازم نزوره ونشوف. طبعا نحن زرناه لأن الاسم شوي غريب علينا نحن. مرطبات الحاج زبالة. بسم الله. السلام عليكم، كيف حالكم؟ مرطبات الحاج زبالة ما شاء الله تبارك الله. هاي الشهايد اللي عندهم طلع يبيعون كل شيء ما شاء الله. حلويات، خبز، اساس اكل رمان وباقي ويانا للان ما شاء الله. هاي الصور توقع المشاهير والحكام والشخصيات المهمة في العراق ما شاء الله. كمل تصويرنا. مو برمان، اكل زمان باقي ويانا للان. انا قريت رمان. ايس كريم عشائري، هذا المنيو ماله على نظام جريدة ما شاء الله، كل شيء عنده. هذا العصير حج زبالة، عصير زبيب، بنجربه نعطيكم راينا ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. البصرة تفاجئنا كل مرة بمنطقة جديدة، ما قصر ابو سيف ويانا. هاي المنطقة يسمونها البصرة القديمة، منطقة الشناشين، نسبة للبيوت القديمة اللي كانت مملوكة لأصحاب النفوذ والملوك. طبعا الملك فاروق كان موجود هني والكثير منهم. طبعا يا أمر من محافظ البصرة أن هالأماكن تتحول إلى متحف ويحافظون عليها. تم تحويل المباني القديمة اللي هي البيوت القديمة اللي سوى متحف، اللي المهم تم الاهتمام فيها. راح نزور متحف الحسون القديم إن شاء الله داخل هاي البقعة منطقة الشناشين. هذا متحف الحسون داخل، راح يكون هنا زيارة ويا الحاج داخل إن شاء الله. أول شيء حياكم الله، أهلا وسهلا متحف الحسون. عرفنا باسمك، منو وياك؟ أنا زين العابدين منذر. يا مرحبا. هنا عندك أسلحة كلها قديمة. عندك السلاح الأخير اللي هو صاحب أكبر عيار بالأسلحة النفس ما يصحوا لها البكرة بالعراقي. أي أكبر طلقة. نعم. هنا عندك سيوف هم كذلك أيضا كلش قديمات ما شاء الله. تمام. هنا عندك أسلحة هذول من زمن عبد الكريم قاسم. عبد الكريم قاسم. نعم. هذه البدلات كذلك أيضا من زمن عبد الكريم قاسم، يعني تقريبا تراوح أعمارهم ب70 سنة أكثر شوي من 70 سنة. نعم. هناك عندك عاج وفضة، يعني هذولي اكو بيهم عاج. اكو هذا اذا تشوفه الحزام هذا عثماني، جاي تشوفه؟ نعم. عندك هاي الفوق كلها فضة. هذا المحول القديم إذا تذكرونه مال الكهرباء، عداد الكهرباء. هذا ميزان، هذا يحسب لك
على طابع قديمة، التلفونات القديمة ما شاء الله. كان جميل. بالتسعينات 96 97 95. هذا انت طبعا. هذا انا. ما شاء الله شباب شباب ما شاء الله. بعدك شباب. هذا المصري وين شايفه؟ هذا المصري منير المصري كان يشتغل يمنا ويا ازهر حداد. يمكن. اي منير المصري. اي اقول. اهلا وسهلا باخواننا الاماراتيين، ان شاء الله هذا البلد بلدكم واحنا سعيدين وفرحانين بهذا يعني الحضور الطيب هذا، ومتحف الحسون يرحب بكم. وهذا المتحف ان شاء الله جميع العالم وجميع اخواننا العرب واخواننا الاماراتيين وباي مكان، يعني كل من زياره يزور هذا المتحف. المتحف مفتوح لجميع العالم في مدينه البصره منطقه الشناشيل، متحف الحسون. فهذا المتحف يعني هو جهود شخصي، يعني هذا المتحف شخصي إلي، فحبيت يعني أسوي متحف بهذه المدينة، مدينة البصرة القديمة، لأن هاي المنطقة تاريخها أكثر من 150 سنة حتى البيوت الموجودين، وأعيان البصرة يسكنونها من قبلهم الشيخ خزعل الكعبي، شيخ سيد طالب النقيب، بيت البسام، بيت الذكير، بيت باشا عيان، بيت حنا الشيخ، بيت العوجان، بيت المزروع، الشخصيات الموجودة بالبصرة. فهذا المكان وهذه المدينة يعني تاريخية، وحبيت أسوي المتحف بهذه المدينة لأني لائم هذه المدينة وهاي الأنتيكات الموجودة من داخل بيوتات البصرة الموجودين هنا. وإن شاء الله بالفترة الجاية راح يتطور المتحف أكثر وأكثر. وإحنا عندنا أصلاً يعني سويت متحف وسويت به شلون استقبال للضيوف بوجبة إفطار الصبح. فهاي وجبة الإفطار يعني هو يجي يأكل بهذا المكان، يجي على طبيعة البصرة القديمة وعلى أهله شنو كانت والبساطة الموجودة. فإن شاء الله إن شاء الله شوي شوي والمكان يتطور أكثر وأكثر بوجود الطيبين وبحضوركم إن شاء الله، ونتشرف بهذه الزيارة السعيدة. أشرب شاي العراقي الأصلي من منبعه. سلام، شوف اللون ما شاء الله. قربوا نعطيه بعد خاشقة سكر. يا سلام، ما بكثر السكر، شوي بعد. يا سلام، طيب. يا سلام. يوم جديد وتصوير جديد. الحمد لله طلعنا من محافظة البصرة، سكن شارع الدولي، وقفنا هني، خذنا ماي شاي. احنا طالعين تقريبا الساعة 5 الفجر. اخذت لي صمونة راقي واكل حبة وحدة. ماشي مطاعم فأسد الجوع عشان ما نتعب على الخط. هني يعبون بدون جريكن، ما يحتاج جريكن. مرة نوقف بالدراج ونعدي إن شاء الله. يلا. نقول أهلا بغداد، وهاي السيطرة ورانا والتفتيش. الحمد لله وصلنا بغداد بالسلامة. والله طريق كان متعب، الدرب جدا متعب كان صراحة. الشاحنات العوزوننا والسيارات يلفون عليك. شوف الشاحن اللي قدامنا ماسكه سيد السريع جدا عادي. شوفون هالكشاك، خبرونا عنهم، قالوا احلى كباب تاكلون من عنده واحلى شاي تشربون من عندهم. بس ولكن نحن ما راح نقعد عندهم لان مستعجلين نبغى نوصل بغداد
من بغداد نسير كركوك، لأن متأخرين على الجدول. إن شاء الله ييسر الأمور. شوف الشارع كيف، الشاحنات مشكلة يا يمسكون سير سريع ما يخلونك تسير ويونك السيارات من وراك. شوف هاي السيارة وراي لازقة فيه. مشينا في زحمة بغداد، هذه زحمة بغداد، تحويلات وتصليحات وبناء جسور، فلازم نحاسب إن شاء الله. ما شاء الله حذرونا من زحمة بغداد، بس أعتقد اليوم عندهم إجازة حداد 3 أيام، فالزحمة بتكون أقل. هذا مول، شكله مول كبير تحت الإنشاء. هذا تقاطع ثاني بعد تحت التصليحات، يسوون جسر قدامنا الدوار. ان شاء الله من بعد الدوار ماشي زحمة. يا بغداد، يا بغداد، عاصمة الثقافة، عاصمة الحضارة، عاصمة الحب. اخيرا زرناها، الحمد لله، الحمد لله على سلامتنا. بغداد كانت نقطة من جولتنا إن شاء الله، ومن رحلتنا أو من مغامرتنا إلى ألمانيا أوروبا إن شاء الله. وقفونا. هلا إخواني، أخذت استراحة محارب فوق الساعتين في بغداد، وزحمة بغداد والله يتعب. زحم السيد ما يمشي، درجة الحرارة 38 مع السيارات، الله يعلم 45 يمكن. فما قعدنا ببغداد، طلعنا الحين واصل هالدوار بنلف يسار، نكون مسكنا خط كركوك ان شاء الله. يتريون الشباب هناك. بعبود جدة مروح، الله يوصله بالسلامة. زين، قول بسم الله ونطلع. يلا. هذا الإله يعني دبي فيها زحمة، بس زحمتها نظامية. هني عندهم زحمة غير نظامية، أبد غير نظامية، مول بعد ما ندري وين يصير. والله الشعب كله يسوق دراجة. ابغى اتهوى شوي، ابغى اتهوى. يا عطا بخير الله يعطيه الصحة والعافية. قزوزة حشرة الى كركوك. يوه، شال الدبه تايلندي شكل الريال. ليلة ما شاء الله، الله يحفظه. هوب أسير دبي، محطة غسيل أسير دبي، يا سلام. ما ندري أي مدينة نحن. المهم سارين، درجة الحرارة حاليا 39. ما أدري الحرارة هنا عندهم كيف، مرة 37، مرة 39، مرة 38، والله ما أدري. دشيت محطة، قال لي ممنوع دراجة برا. قلت له إن شاء الله فالك طيب. طلعت برا. ترى هني التعبئة لازم يكون عندك جريكن بترول، وأنا ما شال وياي. قلت خلاص عندي 331 وكركوك باقي لي 198، يعني بوصل هناك تعبي عادي في المحطة. شباب كركوك موجودين بيتقدمون في استقبالنا ان شاء الله. اليوم بعد حتى في كركوك ما راح نقعد، بتقدم الى اربيل باختصر الوقت، كان وايد متاخرين نحن. خوف من هالسيارات. شوف هاي اللفه، انت هاي واي يطلع لك سياره من هالصوب، والله مشكله. لازم تحاسب خلاص، تكون شرات الرادار، عيونك مفتوحه شي قدام، وما تكون على سرعه عاليه. شوف السياره اللي قدام، انت هاي واي، شوف كيف طلع،
شوف هذاك بعد بيطلع قول بيوقف حد جاي مسرع، ما في وني بعد سيارات جايات مسرعات. شوف طالع، الموضوع خطر. اللي بين العراق من دشينا حدود صفوان، انا الحين بوصل قريب كركوك، نفس العملية، الشوارع كلها نفس الشيء، يدخلوا لك من الهاي واي، يطلعوا لك من على اليمين كتف اليمين، يجيك هذا مسرع، الحين انت تخف وتخوز عن هذا ولا تخوز عن السيارة اللي بتيك من اليسار. الله يحفظ الجميع ان شاء الله، الله يحفظ الجميع. ما شاء الله الاجواء تغيرت، التضاريس تغيرت، دشينا على معالم جبلية، الصحراء خلصناها، الحين يبل. شوف الحرارة بعد نزلت على طول من دشينا اليبل من 40 على 39، احس الجو برد بعد. حر يا جماعة. وصلت سليمان بيك، والله تعب والله. وصلت مطعم عباس، أسير بضرب لي كوله لأن السكريات شوية وغازات يعطيني طاقة. والله شمس، شوف الشمس كيف. وهذا الجاد فاذر مالي ما شاء الله تبارك الله، ما قصر وما تعب وياي الحمد لله. عندي هاي القطعة، قطعة الراديتر، وين طارت ما ادري. بريك تايم 4 سلندر ما شاء الله، هاي لانها 4 سلندر. هاي الشباب من كركوك قعدنا في الكوفي، فنان بن العربي ما شاء الله. الحمد لله وصلت الى كركوك، هوكس كركوك. الشباب اعرفهم، يو في استقبالي ما قصروا، جزاهم الله خير. طالعين الحين عند بيت الكابتن محمود، ما نريح شوية عقب نشوف شو الجدول. سقنا اليوم من سايق من البصرة لين كركوك، والله انه تعب ما شاء الله تبارك الله، وحر ومسافة طويلة، جهد جسدي كبير، فلازم ارتاح. هذه اجواء كركوك الجميلة ما شاء الله. شوفوا قطر علي مايه، مطر ولا شو؟ ما شاء الله تبارك الله. عندهم الدراجات المميزة هنا، هذه داكار F650 الجي اس المعروفة، وهذه الهوندا، وهذه افريكا توين 750 المميزة ما شاء الله تبارك الله. جروب هوكس عراق، هوكس كركوك يعني. شبيبة الله يبارك لهم في حلالهم ان شاء الله. صبحكم الله بالخير والنور والسرور. ثاني يوم في كركوك، حاليا متوجه الى الحدود ان شاء الله. لا اوكي ما قصروا اهل كركوك. هذا الكابتن محمود رئيس هوكس بايكر. يصير ابي بترول، نتوكل على الله ان شاء الله. ندخل تركيا اليوم باذن الله. الله يسهل الطريق ويحفظنا ان شاء الله.
نزل الكاهي العراقي الأصلي. أنت تقول دبل يعني حبتين وايد. هذا الكاهي وهذا الجيمر العراقي الأصلي، وهذه الشيرة طبعا. بنشوف الحين طريقة أكل الجيمر في العراق منطقة كركوك كيف. جزاك الله خير وأكرمك الله.